ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه في الجو الساقع ده؟ طبعا ملقتش اجمل ولا احلى من ان احنا نعمل النهارده غداء سمك. هنعمل النهارده السمك المكرونه زي سمك المطاعم بالظبط، وطريقه الرز البني وطبعا اللفت البيتي. بصوا هنعمل النهارده شويه سمك مكرونه بطريقه خطيره. طبعا انتوا عارفين ان انا مش بحب اخبي عليكم حاجه، بناء عن طلبات كتير جات لي: ايه نرمين السمك بنعمله بيشرب زيت وبيطلع طري بعد ما بنطلعه من القليه. النهارده طبعا هقول لكم على سر خطير هيخلي السمكه معاكي مقرمشه حتى لو قعدت لتاني يوم. فخليكي معايا لاخر الفيديو علشان تشوفي السر اللي محدش هيقولك عليه، مستحيل حد يقولك عليه. اول حاجه انا طبعا غسلت السمك المكرونه كويس جدا. هاتي الكميه اللي تحبيها. معانا كيلو من السمك. طبعا قشرت حوالي 10 فصوص من الثوم، نزلت عليهم بعصير ليمونتين. التوابل بتاعتنا بقى: كزبره ناشفه معلقه صغننه، معلقه صغيره كمون. طبعا التوابل على حسب كميه السمك، ملح حسب الرغبه، ولا هنحط توم باودر ولا بصل باودر ولا اي حاجه خالص، هو ملح وكمون وكزبره ناشفه. خليكي معايا لان هنعمل تتبيله خطيره النهارده. واللي هيخلي السمك ينقله نقله تانية: معانا عود بسيط من الكرفس وعودين من الكزبره الخضراء. الكرفس لو مش موجود حطي كزبره خضراء عادي خالص، عودين بس، نغسلهم كويس ونحطهم ونضربهم كويس جدا بقى في مطحنه في الهون اي حاجه. انا هطحنهم في المطحنه. طبعا سبتهم يطحنوا. دي هريسه كنت عاملاها معاكم قبل كده، هتلاقوا الطريقه موجوده عند حضراتكم. طبعا جبت معلقتين من الهريسه اللي انا عاملاها ونزلت بالخليط اللي هو الثوم والتوابل والليمون والكزبره الخضراء والكرفس. عايزه اقول لكم الريحه خطيره، عالم ربنا يتغمس ويتاكل بيها كده، تحفه حلوه جدا. ودي اجمل طريقه يعني دقه تعمليها لتتبيله السمك، خطيره خطيره بمعنى الكلمه. ظبطي بقى ملحك، حابه تضيفي شطه ضيفي، مش حابه خلاص. طبعا بعد ما عصرت الليمون خدت القشر بتاعه وبحب احطه في ارضيه الحاجه اللي انا هرص عليها السمك. ببتدي بقى اتبل السمك المكرونه من الحاجات اللي مش تاخد تتبيله كتير، ويعني حاجات بسيطه كده اهو. واهم حاجه تتبلي من بره ومن جوه، يعني مش من جوه بس، لا ومن بره كمان، عشان السمكيه يبقى طعمها من بره زي جوه كده. ده اول سر في السمك. خليكم معايا لان المهم هنا اللي هيخلي السمكه معانا مقرمشه جاي. معانا بصلايه على البوتاجاز عليها 3 4 معالق من الزيت، هنحمرها شويه لحد ما نحرقها بالمنظر ده كده. اهزر معاكم طبعا، متقلقوش. وهنحط كوبايتين من الميه تغلي، نغسل نص كيلو من الرز المصري عادي خالص ونحطه ونظبط ملحنا حسب رغبتنا. نوارب الغطا بتاع الحله لحد الرز ما يتشرب معانا تماما، وبعد كده نبتدي نوطي النار شمعة. بصوا ايدينا شغاله في كذا حاجه، هي الست المصريه كده. كده الرز اتشرب معانا تماما، نغطي بقى ونوطي النار شمعة. نيجي بقى معانا دقيق عليه توابل بقى، كزبره برضو ناشفه، سنه من بودره الزعفران، ملح، كمون، بس كده. هاخد 3 معالق من الخليط دهوت واحط عليهم فنجان من الميه. انا عايزه خليط تقيل. الخلطه دي اسمها التلحيسه، ومستحيل طبعا حد هيديكي السر ده، لكن انا بيني وبينكم ربنا طبعا. فالخطوه دي يعني ناس كتير بتعملها لكن مش بتقول عليها. التلحيسه دي مهمه جدا جدا في اي سمك. يعني بنخلي الخليط كانك هتعملي كيك لكن خفيف، سيكه بسيطه بالمنظر ده. معلقتين 3 دقيق بس هيكفوا كميه كتيره. ولو عامله كميه قليله بتقللي طبعا، بتخليها معلقه واحده مثلا. بناخد كده من السمك نحطه في التلحيسه دي، وده السر اللي بقول لكم عليه. جربي وهستنى تقولي لي رايك ايه. بعد ما بحطه في التلحيسه بطلع على طول احط على الدقيق، بس نراعي. بصوا بكبشي بضوافري كده بقلب السمكيه مش بايدي، علشان ما اشيلش الكفر بتاع الدقيق من عليها. طيب ولو حابه السمكيه حجمها يكبر عن كده ممكن ترجعيها تاني في التلحيسه، وبعد كده ترجعيها للدقيق تاني. ومش بناخد السمك نركنه، بنخلي السمك في الدقيق بتاعنا، ما بنطلعوش من الدقيق، يعني تاخدي من الدقيق تقلي على طول. ودي برضو خطوه مهمه جدا. وزي ما حضراتكم شايفين كده شكل السمك قمر، يعني هو بيتكلم عن نفسه، فريش بعالم ربنا. جربي الطريقه دي وانت هتصدقي. طبعا الرز بتاعنا خلاص كان استوى وبقى زي الفل، حطينا عليه. وادي السمك بتاعنا بيتقلي، اكل ما اخدش مننا ساعه. بصوا السمك لون علشان بودرة الزعفران اللي حاطينها، مقرمش علشان خاطر التلهيسة اللي احنا عاملينها. اسمعوا بقى كده معايا القرمشة.
يعني انا واهم حاجه برضو نطلع السمك على مصفى، يعني دي برضو خطوه مهمه جدا. كل دي عوامل بتنجح السمكية وتخليها مقرمشه معانا. بصوا بس مخبط بوريكم قد ايه مقرمشه. وخلصنا. طبق بقى نقطع عليه كام شريحه ليمون ونرص عليه السمك بتاعنا، او رشه من البقدونس او الكزبره الخضراء، ونرش ونحط السمك عليها، ايا المتوفر عندك اي حاجه. المهم يعني نطلع السمك على حاجه عشان بياخد من ريحه الحاجه اللي احنا بنطلع عليها. رشه بقدونس او كزبره خضراء على الوش. وكده خلصنا السمك. وادي الرز، بصوا شكل الرز بقى، جربوا الرز بالطريقه دي هيطلع معاكم حلو جدا. اهم حاجه سيبوا الميه تغلي الاول بالبصل قيمه دقيقتين كده اهو. ويبقى الف هنا وشفا، يا رب تكونوا قدرتوا تستفادوا مني باي معلومه بسيطه. وجربوا السمك المكرونه بطريقه التلحيسه دي، بجد خطير خطير خطير. وما تنسوش تحطوا في الدقيق معلقه من النشا، بتساعد ان السمك يطلع معاكي مش شارب زيت. بصوا السمك هو بيتكلم عن نفسه، بجد خطير، شكل طعم مقرمش مش شارب زيت خالص. وده لفت برضو كنا عملناه مع بعض قبل كده، والطريقه موجوده على عند حضراتكم. تقدروا طبعا تعملوا شويه لفت، اللفت بيبقى خطير جنب السمك. لايك وشير كتير كتير للفيديو، خلي الكل يستفاد، واشوفكم في اكله جديده على خير من بيت العيله واكلات نرمين. بصوا بجد يعني لازم تجربوه، يعني خطير. والسمك مهم جدا يا جماعه، نحاول ندخله في كل اكل. بصوا مقرمش ازاي. اشوفكم في اكله جديده على خير من بيت العيله واكلات نرمين. باي باي.